للناس اللي ما بتبقاش عارفة تدعي بإيه أو تذكر ربنا إزاي يوم عرفة، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. لا إله إلا الله 1000 مرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة. الاستغفار 1000 مرة. وقال دعوة مهمة، أول جزء من الدعاء خاص بعلاقتك مع ربنا: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، اللهم ابكي عيني من خشيتك ورقي قلبي لحبك، وعلمني علما يوصلني إليك ويعرفني عليك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وده كان أكتر دعاء الرسول كان بيدعيه. ادعي كتير لنفسك بخصوص علاقتك مع الناس وأخلاقك ومعاملتك: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت. وندعي كثيرا إن ربنا يشفينا من عيوب سواء كذب أو غيبة أو نميمة، أو ربنا ينتزع العيب ده باللطف والعافية من قلبك حتى نشفى منه بالرحمة. ندعي بالرزق: اللهم وسع علينا في أرزاقنا حتى لا نفت أيدينا إلا إليك، ولا نتوكل بقلوبنا إلا عليك، اللهم صل إلينا، وصل إلينا أرزاقنا بغير مهانة ولا مذلة، وسع علينا في أرزاقنا مع تمام الستر واللطف والعافية. ادعي بالصحة وشفاء القلب من الأمراض والجسد من الأوجاع: اللهم اشفنا وأبدلنا من الأوجاع، اللهم اشفي أبداننا من الأوجاع والآلام، واشفي عقولنا من الحزن والمخاوف والأوهام. وبعد كل دعاء نقول مع كمال اللطف والعافية عشان النعمة تجيلك من غير بلاء. وأهم الأعمال في اليوم دوت الصيام، الصدقة مهما كان المبلغ قليل لكن ثوابه كبير، انك تصلي الصلاة في وقتها بالسنن والأذكار، انك تسمع من فضل يوم عرفة، وذكر غيرك حتى يعرف غيرك ما أهمية يوم عرفة. السلام عليكم.